في مثل هذه الشخصية بعض الأخوة كانوا بيشعروا بالوحدة، فيلاقوا تسلية انهم يمسكوا سيجارة ويشتغلوا فيها. النوعية دي من الناس سهلة جدا في الرجوع والإقلاع عن التدخين، لأن هم بيكونوا الموضوع معاهم مش جد وملهوش أهمية كبيرة عندهم لو تعرضوا لمتاعب. والنوعية دي من الشباب أنصحها يشربوا مية كتير، لا سيما بالليل، لأن المية بتحاول عن طريق الخاصية الأسموزية انها تتخلص من النيكوتين الموجود في الدم فينزل مع البول. وممكن بشرب مية كتيرة لمدة اسبوع نقدر نقول ان جسمهم ما يطلبش السيجارة مرة تانية. ودي ما فيهاش لا دواء ولا فيهاش مصحة ولا فيهاش اي حاجة، لكن بسهولة قوي انه يعود نفسه على شرب المية بالليل. وفي نفس الوقت يستفيد بالغنى اللي ربنا حطه في اللبن وفي الخضار الطازج زي الخيار والخس والجرجير. لو الاسبوع ركز على الاكل ده بسهولة قوي شهيته ترجع لوضعها الطبيعي بدون ما يكون فيها زيادة في الوزن او سمنة تضره. النوعية التانية من الاشخاص اللي قابلتهم في الخدمة مصابين بداء التدخين هم الاشخاص اللي بيعتمدوا دائما على غيرهم، على باباهم، على خالهم، على عمهم، على عمتهم. والاشخاص دول تلاقيهم سهل في الانقياد، يغرر بهم بسهولة، وهم يتطلعون الى تصرفات تشد الانظار وتجعل لهم شخصية وسط الكبار كما يظنون. ممكن يكون مثل هذا الانسان في بيت بيدوله مصروف كتير، وممكن يكون في بيت في فرد بيدخن، فرد واحد. مثل هذه النوعية من الشخصية ظروفه الاجتماعية مر بها بفشل في ان ينمي شخصيته ويواجه الواقع بمفرده. مثل هذه النوعية علاجها ايضا سهل قوي، انه يبتدي ينتمي الى الكنيسة ويجد عمل يصنعه للآخرين حتى بدون مقابل، فيجد شخصيته من خلال كفاءته لا تبعيته. ودي طبعا بتؤثر تأثير كبير عليه في قدرته على الاستمرار في التدخين، وبتديله ثقة في نفسه. والحقيقة انا منساش ابدا شاب من النوع ده التقيت بيه، وفي خلال شهر كان مبطل شرب سجاير 8 علب سجاير في اليوم.
ولهذه اللحظة لم يضع سيجارة في فمه، وقد مضى على هذه الحادثة حوالي 7 سنوات. النوع الثالث من الشخصيات اللي قابلتها هي الشخصيات العدوانية التي تميل الى العنف في المعاملات. وده الحقيقة اتربى في بيئة عائلية تتسم بالشجار والخناقات والعنف، فطلع هو عنده عدوانية لنفسه وعدوانية للآخرين. عادات مثل هذا الإنسان العدواني أغلبها سيء. تلاقيه تبص الصبحية، في مرة كنت قاعد مع واحد منهم لقيته جاب 2 كيلو لحمة وكلهم. ايه يا ابن اللي بتعمله ده على الصبح؟ ده الواحد على الصبح يقول يا هادي، يقول يا رب بارك، وانت تقوم من النوم تاكل 2 كيلو لحمة؟ يقول لي عشان اقدر امشي النهارده. وبعدين التقيت بيه في نفس اليوم، لانه كان قاعد معايا في مكان، لقيته كل سردين من المملح ده، وبعديه كل بقلاوة، وبعديه كل حاجة من اللي بيعملوها السواحلية كده عليها رز ومش عارف ايه، يعني حاجة كده من هذا القبيل، وبعدين كل جيلي في الاخر، وده كله ورا بعضه. طبعا انتوا ايه دلوقتي بتستهجنوا، لكن هو حاجة عادية. عاداته الغذائية غلط، عاداته في التعامل غلط. تلاقيه يقابل اي واحد يحط ايده في جيبه عشان ياخد منه حاجة، انت جايب دي منين؟ ويروح نتشها منه. وتلاقيه ممكن يكبر ويبقى راجل شايب وبنفس العدوانية. ليه؟ لانه الانسان ده دايما يتباهى بفرض سيطرته على الاخرين، ويتباهى بانه بيفرض هذه السيطرة باي وسيلة حتى لو كانت غير صحيحة. هذا يا احبائي يعطيني فكرة عن ان هذه النوعية من الشخصيات هي اصعب انواع العلاجات. لكني اختبرت عمل المسيح العجيب الذي يشفي كل آب واي نوع وتحت اي ظروف. اختبرت المسيح. كنت في عظة في منوف، وبعد العظة، وكانت عظة بسيطة خالص، التقيت بشاب قال لي انا دلوقتي مدخن العلبة 14، لكن بعد الوعظة دي انا نويت ابطل السجاير نهائيا. انتوا عارفين الانسحاب بتاع النيكوتين من الدم ممكن يؤثر على سلامة الجهاز العصبي للإنسان علميا. لكن رأيت في هذا الشاب نعمة المسيح المجددة تماما. لم يتعرض لشيء، لكن قضينا مع بعض اجتماع صلاة عدنا فيه إلى ما بعد منتصف الليل، ولم يتعرض هذا الشاب ولا لأي أثر انسحابي للنيكوتين في جسمه، ولم يتعرض للصداع اللي بنسمع عنه للي بيبطلوه، ولا تعرض لحاجة من الحاجات دي. لكن وجد نعمة غير عادية أخذها من المسيح بإيمانه.